مسلسل الشيخة في رمضان اللي فات اللي تقام بمليار و100 مليون كان خالق واحد الجدل كبير في المجتمع المغربي. وهذا رمضان المسلسلات والبرامج والافلام اللي دايزين فيه اكثر من اي وقت داز في تاريخ المغرب. تكركب يلا تدير كما كيديروا في الافلام. ومن ابرز المسلسلات والبرامج اللي دايرين ضجه حاليا في المغرب عندنا باسو في ستيل كالا، لا مبروك لولدك قالوا لي تا هو ربح المارشي ديال الزفت، ومسلسل جوجوجوه ومسلسل ديال الاستاذ والباقي ديال التخربيق الاخر. فركز معايا مزيان حيت غادي نجبدوا الفاعل الاكبر لهاد المسلسلات هذه. فاولا غادي نجبدوا ونفسروا علاش كيخليو لينا بالضبط حتى لشهر رمضان المبارك وحد كيجيبوا لينا هاد المسلسلات وهاد الافلام وهاد البرامج، يعني بهاد الكثره وبهاد الكميه بمختلف الاشكال والانواع ومختلف الممثلين والممثلات، كيخليو حتى رمضان عاد كيجيبوا لينا هاد المسلسلات وهاد التخربيق ديالهم. علاش بالضبط في رمضان؟ ثانيا هاد المسلسلات والبرامج شنو كيدوز وسط منهم، شنو هي الرساله اللي كيوصلوها لينا، شنو هو المضمون، شنو هي الفحوى، شنو هو المحتوى اللي كيحاولوا انهم يوصلوه لينا من خلال هاد المسلسلات هذه. واش قيم اخلاقيه دينيه خصوصا انها كيكون في شهر رمضان، او لا مجرد انحلال اخلاقي كيعاكس داكشي اللي خاص يكون في رمضان؟ ثالثا واهم نقطه، شكون المسيطر في هذا الشيء هذا؟ شكون اللي كيتحكم في هذه القنوات التلفزه المغربيه الاذاعه الوطنيه؟ شكون اللي كيتحكم فيها؟ شكون اللي كيقرر وكيتحكم في شنو انت كمتفرج خاصك تتفرج؟ شكون اللي كيتحكم شنو خاص يدوز لك في تلفازتك في وسط دارك؟ شكون هادو؟ فتابع معايا باش تعرف التوجه ديال الاجنده والناس المسيطرين اللي كيتحكموا بالاذاعه والتلفزه الوطنيه المغربيه، التوجه ديالهم فين غادي؟ انت كمتفرج شنو هي الرسائل اللي كيدوزوها لك؟ وما مشيتي برا تنقول لبنادم راه بقات خول ليا. فنختصر عليك الطريق ونخليك تسمع لواحد المقطع ديال المهدي المنجره اش كيقول على القنوات المغربيه. بان دوزام اذاعه تلفزه صهيونيه فرنسيه محضه اكثر من لا يوجد. داكشي اللي كيدوز في التلفازه المغربيه متحكمين فيه ايادي خارجيه. نقول لا يمكن ولا يقبل ان الاذاعه والتلفزه تكون تحت الوزير الداخليه. زائد وللاشاره هاد الافلام والمسلسلات اللي كدوز راه كتتخلص من اموال الشعب، يعني الشعب هو اللي كيخلصها من جيبه. ومؤخرا الشعب المغربي او المجتمع المغربي شهد واحد الازمه في قطاع التعليم، والمتضرر شكون اللي كان هو الاستاذ. ففي رمضان جابوا لنا واحد المسلسل فيه واحد الاستاذ، هذا الاستاذ هذا عباره عن ماذا؟ من الاخر عباره عن استاذ دمدومه، واحد الاستاذ مكلخ، واحد الاستاذ حالته مبهدل، يعني جابوا الاستاذ وحطوه في واحد الكادر اطروه على انه مبهدل ودوزوه لينا. وهذا الشيء هذا صراحه يعني راه كيمس بكرامه الاستاذ اللي هو قدوه لاي واحد. وديك الساعات الجامعه الوطنيه للتعليم حطت بيان استنكار واحتجاج على هذا المسلسل هذا، وقالت كما قلنا انه كيمس بكرامه الاستاذ، وحقا كيمس بكرامه الاستاذ. وهذيك ما كوميديا ما ضحك ما والو. ويلا كنتي كدوي على راسك غنكون انا هو الحمار. وانا راه قلت حماره. نعم، المسلسلات التافهه اللي كيمشيو فيها ملايين ديال الدراهم على لا شيء. ولكن كيفاش لا شيء؟ وطارق البخاري حيد السنان ديالو على قبل واحد الدور، يعني ضحى بالاسنان ديالو، تضحيه في سبيل الفن. على ود ماذا؟ على ود انه يمثل واحد الدور في واحد المسلسل ديال جوج ديال الوجوه. 1000 فرانك 1000 فرانك ولا واحد كريم ومرضي الوالدين. زائد ان المخرجين والمنتجين كيدوزوا لنا نفس الممثلين والممثلات، يعني بحال كاين واحد الخصاص في الممثلين في المغرب، يعني كتلقى نفس الكماره كتشوفها في جميع المسلسلات وفي جميع الافلام وفي جميع القنوات. والمهزله والطامه الكبرى اللي ولينا كنشهدوها في هذا الانتاج وهذه الوزاره الثقافه والتخربيق الفني في المغرب هي انهم ولاو كيمشيو الكونطات ديال انستغرام كيختاروا تما بعد الفرخات، يعني فقط خاص يكون عندهم ملايين ديال المشتركين الوهميين، يعني ديك الفالورز غير كيشريوهم، وكيجيبوا واحد الانسانه غير انستغرامر وكيشدوها وكيحطوها لك كممثله. علاش كيجيبوا بحال هاد الماركات هادي؟ حيت كيتقاموا عليهم رخاص، يعني كيمشيو الكونت ديال الانستغرام كيشوفوه طالع عند بعض المعايير وبعض المقاييس مزيفه، فقط عمليه تجميل ومساحيق التجميل كيجيبوها وكيدوزوها لك في التلفازه. فاذا مشينا للانستغرام وجبنا ممثلات، فشنا هي الجوده ديال هذا الانتاج هذا او الجوده ديال هذا المسلسل كيفاش غتكون؟ بطبيعه الحال غادي يكون واحد تلوث
سمعي بصري. يعني شنو هو الذنب ديالك انت كمتفرج انك تفرج في هذا الخماج بحال ما هذا. نقطه اخرى كذلك كنطرقوا ليها وكنعلق عليها مصطفى السوينغا كيقول لك الا كانت المسلسلات بهذه الرداءه والشعب ما راضيش عليها، علاش هذه المسلسلات والبرامج كتحصد ملايين المشاهدات؟ حنا كنتشكوا منها وفي نفس الوقت كنتفرجوا فيها بكثره. والجواب هنا طبعا هو انت، انا، نحن الشعب المغربي عندنا قنوات تلفزيونيه مغربيه. يعني ملي كدير دوزيام ولا كدير الاولى ولا بعض القنوات المغربيه كتبغي تسمع اللهجه الدارجه المغربيه في التلفازه، كتبغي تشوف الثقافه ديال بلادك في بعض المسلسلات وفي بعض الافلام، كتتونس بديك التلفازه ديالك. يعني داكشي اللي غادي يدوزوه لك في التلفازه غادي تتفرج فيه. اي حاجه دوزوها لك المنتجين والمخرجين في التلفازه الوطنيه ديالك كمغربي غادي تتفرج فيها وغادي تستهلكها. علاش؟ حيت هذيك هي القنوات ديال البلاد ديالك كمغربي. واش انت كمغربي غتمشي تتفرج في القنوات الخليجيه ما غاديش يطربك، ما غاديش يسمعوك. يعني اي حاجه، فهمني هنا، اي حاجه دازت في القنوات ديالك انت غادي تستهلكها وغادي تتفرج فيها. دوزوا ليك برامج مزيانه راه غادي تتبعها طبعا، دوزوا لك برامج تافهه راه غادي تشوفها. فالشعب المتفرج المغربي اي حاجه دوزتيها ليه غادي يتفرج فيها وغادي يستهلكها. فاذا المشكل راه ماشي في المشاهد وماشي في المتفرج. ما نقولوش ماشي عنده مشكل كبير، حيت يقدر يقاطع ويقدر ما يبقاش كاع يطلع ديك نسبه المشاهدات، ولكن هذه حاجه مستحيله. ولكن المشكل الاساسي فين؟ في المنتجين والمخرجين اللي كيدوزوا لينا هاد التخربيق هذا. زائد ان حتى الممثلين ما ليس عليهم حرج. يعني كتجيب واحد الممثل كتعطيه واحد الفلوس كتقول ليه غادي تمثل لينا واحد الدور، الممثل الدور اللي عطيتيه غادي يمثلو. عطيتيه دور ديال الامام مسجد غادي يمثل لك الدور ديال الامام مسجد، عطيتيه دور ديال شلابي شمكار غادي يمثل لك الدور ديال شلابي وشمكار. واللي خرج لهم من الجنب هذا العام هو الكوميدي باسو في سلسله السلكاله. هاد سلسله السلكاله لخص يعني هضر لينا على واحد الفئه من المجتمع، واحد الشريحه ديال اصحاب سيدي قرفط واصحاب الكروش اللي كيكونوا جالسين في البيروات، لاي واحد ديال هاد المخيات اللي كيشد شي منصب كيشد السلطه العليا كيسحب له راسو هو اللي كاين، وبدا الاتصالات كيجيب الحاشيه ديالو والعائله ديالو رئيس البلديه رئيس الجمعيات المفوضين البرلمانيين. يعني باسو عطانا واحد القالب كوميدي سوداوي، هذا نقدروا عليه نقولوا الكوميديا السوداء، وتفرج فيه ومزيان. وداكشي علاش باسو نيت ما كيدوش في التلفازه.